قلت لي لان نحن علمانيون. قال لك كيفاش؟ انا لن اكون علمانيا ابدا، انا مسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما قلتيش له كتعطي الخطباء 400 درهم في الشهر. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الأحداث والتطورات الأخيرة اللي وقعت في المغرب بما فيها التعديلات في القانون الجنائي مثل عدم تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج، وكذلك الإجهاض اللي زادوا من الحالات اللي مسموح فيها بالإجهاض، وهاد الجوج بالضبط مرتبطين مع بعضهم. بسبب هذا الشيء كنت عارف التوجه اللي غادي ليه المغرب، وهو جعل المغرب من دولة إسلامية إلى دولة علمانية، وهذا الشيء خطير علينا وعلى الهوية الدينية ديالنا كدولة إسلامية. واليوم وزير الشؤون الإسلامية صرح بهذا الشيء بلسانه، وهذا التصريح كيبين لنا الاتجاه اللي غادي فيه المغرب، وهو جعله دولة علمانية لإرضاء الغرب وماكرون. اودي بين هاد ماكرون ما اعترف بالصحراء حتى فرض علينا شروط اللي غادي تدخل ضربون. الفقيه اللي كنتسناو بركته دخل الجامع ببلغته. في الزياره الاخيره ديال الرئيس ماكرون كان عندي لقاء مع السيد وزير الداخليه لم يعلن عنه في الاعلام. هما في سياق داخلي معقد. واقتنعنا ان الاسلام معتديات المغرب كذا كذا في صالح الجميع. وقال لي من جمله ما قال لي العلمانيه كتصدمكم. قلت له لا. قال لك كيفاش داك الشيء ماشي لا؟ قلت لي لان نحن علمانيون. قال لي كيفاش؟ قلت لي ما عندناش النصوص ديال 1905 ولكن اللي بغى شي حاجه عندنا كيديرها لان لا اكراه في الدين. قحل. المهم قال لي راه صيفط لي رساله توصلت بها اليوم اننا باش نتلاقاو ونعاودوا نستمروا. الظروف ماشي سهله. كنقول لهم حنا معكم لاننا حنا مع الاعتدال وحنا مع يعني الحريه وحنا مع، ولكن راه ظروفهم حتى هما ماشي سهله. اللي ما عرفش شنو هي العلمانيه، هي واحد النظام اللي كيقصد فصل الدين على الدوله، بمعنى ان الدوله ما كتدخلش في الشؤون الدينيه وما كتستعملش الدين باش تحكم او باش دير القوانين ديالها. فالعلمانيه كل واحد حر في الدين ديالو، والدوله كتعاملو كفرد متساوي مع الاخر بلا ما تميز شي واحد على حسب الدين ديالو. بحال في بعض الدول اللي كتتبع العلمانيه كيكون عندهم حريه العقيده وكيحرصوا ان المؤسسات بحال المدارس والقضاء ما يدخلوش في الدين باش يبقى الحياد. هذا الشيء خلى الناس اللي عندهم غيره على البلاد والدين ديالنا ينفجروا في وجه هذا الوزير اللي حاشا واش يكون وزير ديال الشؤون الاسلاميه. ويعز بعزه من انتسب اليه صدقا وحقا.